جثامين ضحايا أحداث كنيسة الوراق بالأمس والأحداث المؤسفة التي حدثت بالأمس، وزالت أمامنا لقطات على الشاشة أيضا انتقلنا معكم لمتابعتها الآن، لحظات خروج الجثامين من المشرحة وفي محيط وأمام المشرحة، وكل أربعة جثامين لضحايا الأحداث، وهي أحداث طبعا مؤسفة. كل ما يحدث، كل ما يصيب أو كل حادث جلل يصيب أو يؤدي إلى سقوط ضحايا وإلى حالات وفاة بين المصريين، نتحدث عن مصريين مسلمين أو مسيحيين، أيا كان الفكر، أيا كان طبعا الموقف، الأيديولوجية، الثقافة، الخلفية السياسية، في النهاية بيحزننا دائما أبدا سقوط أي ضحية من المصريين في أي أحداث عنف، وإن كانت طبعا دائما أبدا من أبشع الأمور أو الفكرة اللي بتعطي الحق للبعض أو بيمنح نفسه الحق من خلالها لمحاسبة الناس على عقائدهم أو اختلافاتهم. بنختلف مع بعض كبشر في الفكر العقائدي، في الفكر السياسي، في الأصل، في اللون، في الخلفية الثقافية أو المعرفية، في المستوى الاجتماعي أو المالي، إلا أننا في النهاية نسيج لشعب واحد، لوطن واحد. وربنا سبحانه وتعالى دائما أبدا يقي مصر شر كل الفتن اللي بتضرب دول أخرى وتعصف بيها، شر العصبية القبلية والفتن الطائفية اللي قسمت دول أخرى وأدت إلى وجود دويلات صغيرة داخل هذه الدول، وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار في بعض دول العالم استمرت وما زالت مستمرة لعقود متصلة. هذا الأمر بعيد عن المجتمع المصري مهما كانت في حالات بتحدث، وبنشعر بالأسى جميعا من متابعة هذه الحالات، لكن الغالب الأعم في مصر إننا شعب متماسك هو أقرب إلى أن يكون نسيجا واحدا، حتى لو في بعض المواقف السياسية أو بعض السلوكيات اللي بتسبب نوع من أحداث العنف أو المشاجرات أو الاحتجاجات اللي بتنتج عنها مصادمات أحيانا مع أجهزة الأمن اللي بتمثل الدولة وتحاول أن تفرض القانون.